لو عايز تعرف حكاية زيت الزيتون في مطروح، وكمان لو عايز تعرف الطحينة بالسمسم، يلا بينا. أنا المكتشف المصري وهنعمل زيارة لأشهر عصارة زيت زيتون في مرسى مطروح، عصارة فيرجينيا. يلا بينا هنتفرج مع بعض على جولة سريعة جوه المكان. أول ما بتخش بتلاقي فيه تيست مجانا لزيت الزيتون مع الزعتر مع العيش الخبز المطروحي الجميل جدا. لما هتدوقه هتشوف وهتدوق طعم حاجة جميلة جدا 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 جدا. كمان مش بس بيعملوا زيتون، ده بيعملوا صابون لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء ولإزالة التجاعيد. حاجة كانت جميلة جدا والإقبال كان عليهم كبير جدا موجود هناك. يلا بينا نكمل باقي جولتنا في المكان. كمان عندهم زيت جوز الهند للشعر، لتغذية وتنعيم الشعر. أما بقى الجزء الأكبر والأساسي اللي موجود هناك وهو كمية زيت الزيتون الطازة جدا اللي بيتعبى قدامك. حاجة كانت جميلة جدا. وكمان البلح الليبي والبلح بتاع مرسى مطروح اللي كان طعمه بصراحة فوق الخيال. البلح اللي بسمسم ده كان بلح ليبيا، وده البلح الطيب بتاع مرسى مطروح اللي كان طعمه فوق الجمال بصراحة. وهنا دخلنا جوه علشان نشوف ازاي بيتم تعبئة الازايز الخاصة بزيت الزيتون. الزيت كان صافي وكان نقي بشكل بصراحة غير طبيعي. فأجمل حاجة ان انت بتاخد حاجة طبيعية جدا وفريش جدا وبيتم التعبئة والتغليف قدام عينيك في حاجة انت بتكون مطمن لها 100%. كل اللي فات ده كوم، وانك تدوق الزيتون من عندهم ده كوم تاني خالص. بصراحة الزيتون كمان كان طعمه تحفة جدا. عندهم كل انواع الزيتون تقدر تاخدها من هناك برضو طازة وفريش بشكل جميل جدا. وما تنسوش تزوروا المكان لان كمان اسعاره اقل كتير من اسعار السوق. انك تاخد حاجة بسعر الجملة بيكون سعرها كويس. ودي المكنة اللي كانت بتعمل طحينة بالسمسم. بيتم استخراج الطحينة من السمسم. كان طعمها في قمة الجمال. حاجة كانت جميلة جدا. وهي كانت بتتعمل وبتنزل سخنة، تاخدها طازة من عندهم زي ما انتوا شايفين كده.